ازيكم يا شباب. النهارده صحيت على خبر مفاجأة لكل جماهير نادي الزمالك، مفاجأة صادمة يعني كالعادة. مفاجأة صادمة لكل جماهير نادي الزمالك. ايه المفاجأة دي بقى؟ رحيل نجم الزمالك يوسف اوباما. بجد انا مستغرب جدا 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 والله. يعني انا لما شفت الخبر رحيل يوسف اوباما، واحد من كباتن فرقة نادي الزمالك، وعلى فكرة هو اللي كان المتسبب في فوز الزمالك بالكونفدرالية. لو تفتكروا في الماتش بتاع التمهيدي هو اللي أنقذ نادي الزمالك من الخروج المبكر من بطولة أفريقيا الكونفدرالية. فيعني أنت بتمشي واحد من كباتن نادي الزمالك، بتمشي يوسف أوباما من أحسن لعيبة نادي الزمالك، بتمشيه بكل سهولة، بكل اريحيه، بكل يعني اقول ايه، بس استهتار وحاجه غريبه جدا من اداره نادي الزمالك. بجد والله انا مش عارف الاداره دي عايزه ايه. بجد يعني انت اللعيب الوحيد اللي عندك، اللعيب الوحيد اللي عندك يوسف اوباما، بتمشيه بكل سهوله. يعني انا قلت لكم اطلع بقى الطلعه دي بجد عشان دي بتاعتي بقى. عشان الناس بتزعل، الناس لما الواحد بيجي يتكلم الناس بتزعل، يقول لك مش عارف انت ليه بتتكلم عن نادي الزمالك. طب ما هو يا جدعان، طب انتوا عايزين ايه؟ طيب نقول لكم الدنيا حلوه، نقول لكم يعني خلاص الزمالك هياخد كاس العالم؟ ما عرفونا برضو، يعني انتوا عرفونا نتكلم في ايه، نقول ايه. طب ما هو احنا بنتكلم في الواقع. رحيل يوسف اوباما، هل دي حاجه انا جايبها من عندي؟ انا اللي مشيته؟ ما حد بس يرد عليا، عشان الناس بتزعل. الناس بتكتب لي في التعليقات تقول لي مش عارف انت ليه بتتكلم عن الزمالك، واللي يكتب لي مش عارف ايه. في ايه يا جدعان؟ احنا بنتكلم كلام واقعي. انت دلوقتي نادي الزمالك في مين يا جدعان؟ في مين دلوقتي؟ الاهلي جايب لعيبه من منتخب المغرب. منتخب المغرب الاهلي دلوقتي، منتخب المغرب وتونس. فانت عايزني اقول لك ايه؟ طيب يوسف اوباما احسن لعيب في الزمالك بيمشيه. طب ايه يعني؟ انت عايزني اقول لك ايه؟ طيب يعني مش فاهم والله العظيم. يعني حاجه بجد غريبه جدا اداره نادي الزمالك. عشان الناس بس بتزعل. الناس لما الواحد بيتكلم الناس بتزعل، ويقول لك ليه بتتكلم عن الزمالك وليه مش عارف بتعمل ايه. طب هنقول ايه يا جدعان؟ ما يوسف اوباما هو كابتن نادي الزمالك، بيمشيه ليه؟ ليه والله بجد؟ انا بجد مستغرب جدا. طب انت هتلعب بمين؟ انت ما عندكش حد. انت المفروض تجيب على يوسف اوباما ده مثلا لعيبه تانية تبقى معاه، تعمل فرقه كويسه. تمام؟ يعني انت دلوقتي نادي الزمالك عايز تعمل فرقه كويسه، تجيب سكواد كويس مع اللعيبه المميزه اللي عندك بس، اللعيبه اللي هي تعمل فلتر للفرقه، اللعيبه الوحشه تمشيها. ده الكلام المنطقي والكلام العاقل. لكن انت دلوقتي بتمشي الكباتن بتاعت الفرقه. طب الفرقه هيبقى فيها مين؟ هتجيب مين اصلا؟ ده انت الدنيا عندك واقعه. فحاجه بجد غريبه جدا، واداره فاشله. اداره النادي الزمالك اداره فاشله، اداره فاشله، اداره فاشله، قولا واحدا ما فيهاش اي كلام.